السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيديو جديد على الفيسبوك. عايزك تعمل الفيديو ده شير في كل حتة عشان يوصل لكل الناس، لأن الكابتن رضا عبد العال بنفسه بيعترف إن الزمالك اتجامل تحكيميا وإن هدف سيراميكا كليوباترا صحيح. وأنا هزيدك من الشعر بيت وأقول لك إن سيراميكا كليوباترا له ضربة جزاء غير محسوبة. اسمع معايا الفيديو ده الأول وبعد كده اوريكم ضربة الجزاء. يعني انت الشوط الاولاني احمد ربنا ان انت ما شلتش فيه جولين ثلاثه. وخلي بالك انا الجول اللي جابه سيراميكا جول، لان ما تعادش لغايه اللحظه اللي انا بكلمك عليها وببص على التلفزيون على الشاشه، ما جابوش حاجه عن الجول ده غير مره واحده بس ومن بعيد وابو جايين خاطفين. فده بيأكد شكي ان الكوره جول 100% بتاعت زلاكا. انا مش عارف يعني مش ما عدوهاش ليه عشان يقطعوا الشك بتاعنا ده في الاستوديو بتاع ليه. حتى لما جابوها ساعه الراجل اللي هو اظن انت كده سمعت بنفسك. الكابتن رضا عبد العال بنفسه اللي ما بيقولش كلمة وحشة على الزمالك قال لك الزمالك اتجامل تحكيميا وهدف سيراميكا كليوباترا صحيح، والدليل على كده وهو استشهد بان الهدف ما تعادش كتير، يا دوب هي لقطة الهدف بس وما تعادش تاني، عشان شايف جمهور الزمالك زعلان ولاعيبة الزمالك بعد الماتش بتجري ورا الحكم ومش عاجبها، وجمهور الزمالك عمال يغلط في الحكم اللي هنشوف اصلا هيتعاقب ولا لا على السباب للنادي الاهلي، ومركزين مع الاهلي لدرجة ان هم نسيوا يشجعوا فرقتهم. طيب تعال نبص بقى على اللعبة دي. انا في البداية ما خدتش بالي منها وقلت لا عادي تدخل طبيعي، هو ممكن يكون حسام عبد المجيد فرمل رجله بس برضه ملحقش، في عرقلة، في تهور، في اهمال، مش تهور، يعني مش تهور لان هو لا تحس ان هو لم رجله، لكن في اهمال، في اندفاع. الكرة دي فيها فاول، الكرة دي فيها مخالفة، والكرة دي كانت جوه منطقة الجزاء. قول لي انت رأيك فيها ايه؟ شايفها مخالفة ولا لا؟ لو فيها مخالفة فيها اهمال فهي جوه منطقة الجزاء، فسيراميكا كليوباترا مش بس اتلغى له جول ممكن يطلع جول صحيح، لا ده كمان له ضربة جزاء ما تعادتش. فين الفار؟ فين الفار اللي اشتغل بسرعة ولغى هدف سيراميكا؟ ليه الفار ما اشتغلش على اللعبة دي وما عادهاش؟ هتقولي الزمالك له ضربة جزاء، هقولك ولا تمس ضربة الجزاء بأي صلة، لأن اللاعب واقع على الأرض فطبيعي هيسند بإيده، فما فيهاش أي حاجة غير كده إن الكرة جت للاعب الزمالك وبصاها والهجمة ضاعت، غير إن هي أصلا ما فيهاش ضربة جزاء لأن اللاعب واخد تصريح جسمه الطبيعي. لكن لو جيت للعبة اللي أنا وريتها لك من شوية دي، في تدخل وفي تهور أو مش تهور، في اندفاع وإهمال، وتستوجب يا عم على الأقل بص عليها في الفار وقول رأيك. لكن من وجهة نظري هي ضربة جزاء. المشكلة إن إحنا بيطلع التحكيم أخطاؤه في صالحنا وبرضه زعلانين، وبرضه بنقول مؤامرة، وبرضه بنقول حكام، وربنا يستر على اللي جاي. السلام عليكم.